تعالي بقى نعمل فطير مشلتت من غير لت ولا عجن، وبجد محدش هيشك لحظة ان ده مش فطير. عندي هنا كوباية سمنة سيحتها، ويا سلام لو سمنة تكون بلدي. نص كوباية لبن، واللبن ما يكونش ساقع عشان ما يجمدش السمنة. 3 معالق سكر، علبة زبادي، ومعلقتين 3 كده قشطة او كريمة لباني. لو ما عندكيش قشطه او كريمه مش لازم، بس هي بتدي طعم حلو قوي. نقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض كويس، نفضل نقلب فيها كده لحد ما السكر يدوب والمكونات دي تمتزج في بعضيها. شايفين السمنه بتختفي ازاي؟ نفضل نقلب كده لحد ما المكونات كلها تختلط ببعضيها كويس. هنجيب بقى صينيه وندهنها سمنه زي ما انتوا شايفينها كده. هنجيب بقى لفه جلاش حلوه كده، نبتدي نحط كده على الحروف زي ما انتوا شايفين، انا مطلعاها بره الحرف. وندهن بقى من الخلطة اللي احنا حطيناها دي كويس. لازم نبل الجلاش حلو. شايفين حطيت من اليمين ومن الشمال وخليتها طالعة من بره عشان هنقفلها في الاخر. وبعدين بسقي كويس قوي بالخلطة اللي احنا عملناها، ونخليه طالع من بره كده من كل الجوانب. ونفرد من الخلطة دي حبة حلوين كده، يعني لازم نبل الجلاش كويس. وبين كل طبقة وطبقة طبعا لازم ندهن حلو، وكمية حلوة كده زي ما انتوا شايفين. السمك طبعا انت تقدري بقى تتحكمي فيه، عايزاها رفيعة زي ما انت عايزة سميكة بتزودي الطبقات عشان تطلع سميكة. بس الحروف بقى اللي طلعناها دي كلها بنتنيها كده لجوه، بنتنيها في قلب الصينية، وبندهن الوش برضو كويس قوي. شايفين شكلها حتى بقى عامل زي الفطير بالظبط، ما بقاش شكلها جلاش. ونجيب بقى واحدة في الاخر كده، نخلي اخر جلاشية نغطي بيها كده وندخلها من تحت زي ما انتوا شايفين كده زي ما بعملها، وندهن وشها حلو قوي قوي بالخلطة اللي احنا عملناها دي. الوش بالذات ندهنه كويس قوي. وبعدين بقى ناخدها نحطها في التلاجة شوية، نص ساعة كده، عشان نتأكد ان الجلاش اتشرب كويس قوي الخلطة دي وبقى طري، هيبقى عامل بالظبط زي عجينة الفطير. سيبيها نص ساعة ساعة، عايزة تعمليها الظهر وتدخليها الفرن بالليل براحتك. شايفين بقى اهي الفطيرة طلعت من الفرن، فطير مشلتت، محدش هيشك ثانية ان ده مش فطير. شايفينها منفوخة ازاي؟ زي الفطيرة اول ما بنطلعها من الفرن كده بتبقى منفوخة. شايفين؟ بجد طعمه طلع خطير خطير، محدش هيشك فيه لحظة ان ده جلاش. طالع طري من جوه ومورق كده ومقرمش من بره، لازم تجربوها. ولا وجع قلب بقى العجن والفرد والشغلانة دي. شايفين محمرة من فوق وتحت ازاي، ومورقة من جوه وطرية من جوه. اسمعوا كده صوت القرمشة، بجد مقرمشة من بره وطرية من جوه. محدش هيشك ان هي مش فطير خالص، ولا حد هيشك ان هي جلاش. يا رب تكون سهلة وعجبتكم. ما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة.